السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. قبل ما نبدأ الحلقة عايز أفكركم إنه لو مشتركتش في القناة اشترك في القناة، ولو عملتش لايك مش عارف ليه مفيش لايكات كتير على الفيديوهات، ولكن لو عملت لايكات هنزل فيديوهات كتير. لو ما عملتش لايكات برضه هنزل فيديوهات كتير عشان أنا بحبك، فأكيد اللي بيني وبينك مش لايكات. تقلقش هنزل فيديوهات كده. انا بس بفكرك تعمل لايكات عشان انت بتنسى. انا عارف انت عايز تديني 1000 لايك بس انت اللي ناسي. انما انت يا سلام عليك يا لهوي. نبدا الحلقه ولا ايه؟ هنقعد نتكلم كده. نبدا الحلقه يعني خلاص ناقصنا حلقتين ونخش في جزء جديد. احنا الجزء اللي فات خلصنا الديسفيرنج. والله يا ولاد شطور، والله احنا اشطر كتاكيت في الدنيا، فيعني سقف نفسنا يا شباب. بقالنا بتاع 5 حلقات مع بعض. النهارده هنتكلم على الديكشنري بتاع الجيناتيك كودز. خلاص خلصنا، اكتشفنا كل الكودز مع كل الامينو اسيدز، كل حاجه تمام والدنيا جميله ومفيش اي مشكله. تعال بقى نشوف الديكشنري ونشوف ايه اللي ممكن نستنتجه من الديكشنري. ايه اللي ممكن نستنتجه من الديكشنري بتاع الامينو اسيد؟ طيب هنا ده التيبل دون فيه ال 64 جيناتيك كود، ال 64 جيناتيك كود. طبعا متنظمين، كل جيناتيك كود له امينو اسيد معين، وفي اكتر من جيناتيك كود ليه امينو اسيد معين. لو بصينا على التيبل دون هنطلع منه استنتاجات كتيره جدا. اولا معظم الامينو اسيد، معظم البروتينات بتبدا بالاي يو جي، ده ستارت كودون. الاي يو جي هو الستارت كودون، وفي نفس الوقت على الرغم ان هو ستارت كودون هو الامينو اسيد بتاع الميثيونين، وبالتالي معظم البولي بيبتايدز اللي هي تتحول لبروتين بعد كده لما يحصل لها فولدنج بتبدا بالميثيونين. ادي دي اول ملاحظه من الديكشنري ال 64 اللي احنا عارفينها. تاني ملاحظه، معظم الامينو اسيدز لو احنا شايفين كده هنلاقي مثلا الليوسين له اكتر من 6، البرولين له 4، ما اعرفش ايه له 2، وهكذا. يعني كل الامينو اسيدز تقريبا ليها اكتر من شفره وراثيه باستثناء التريبتوفان اللي هو يو جي جي اللي انا معلم عليه دون. اليو جي جي التريبتوفان، وبرضو الميثيونين هو يعتبر ستارت كودون وفي نفس الوقت بيدي 1 امينو اسيدز. دي تاني ملاحظه ناخدها من الديكشنري. تالت ملاحظه ان احنا عندنا 3 ستوب كودون، يو اي اي، يو اي جي، يو جي اي. بمجرد ما عمليه الترانسكريبشن او ترانسليشن بتحصل ونشوف دول بتتوقف عمليه الترانسليشن، وبالتالي خلاص بنخلص الموضوع لما بنشوف اليو اي اي او اليو اي جي او يو جي اي. بتشوف واحد منهم مش الثلاثه. لو شفنا واحد منهم عمليه الترانسليشن تتوقف. دي اول 3 ملاحظات موجودين على اليمين هنا لو حابب تقراها. طيب ايه تاني يا محمد؟ الملاحظه الثانيه اللي هي ليها علاقه بالديجنريت. تمام؟ لو بصينا برضو هنا هنلاقي انه زي ما احنا شايفين معظم الامينو اسيدز ان لم يكن كلهم باستثناء التريبتوفان والميثيونين كلهم ليهم اكتر من شفره وراثيه، ودي الصفه اللي اتكلمنا عنها قبل كده. دي اوبزرفيشن اتكلمنا عنها قبل كده واكدناها وعرفنا اثبتت ازاي، ولكن تاكيد على الباترن اللي حاصل في الاوبزرفيشن اللي احنا بنلاحظها دلوقتي من الديكشنري بتاع التريبل كودونز، انه معظم almost amino acids specified by 2, 3, 4 كودونز. مش بس كده، في 3 من امينو اسيدز، السيرين والارجينين والليوسين، ليهم اكتر من 6 different كودونز. لو تلاحظ كده ادي ده كده له 6. تمام؟ وهتلاقي ايه تاني؟ السيرين والليوسين، تمام، والارجينين. ندوروا عليهم بقى عشان انا مش شايفه. ده رقم 2. رقم 3 اللي هو only tryptophan and methionine are included by single codons. التريبتوفان اللي هو دون اللي هو يو جي جي، والميثيونين اللي هو الاي جي اللي هو الستارت كودون. دي ثالث او سادس ملاحظه تقريبا
قلناها على الديكشنري. احنا كده بنبص في التيبل ونطلع منه ملاحظات. طيب في ملاحظه ثانيه مهمه قوي، جميله قوي، حلوه قوي، يا سلام. تلاقي ان بعض ان لم يكن معظم الكودز لنفس الامينو اسيد، لو شفنا مثلا البرو هنا، لو شفنا هنا نلاقي ان الشفره الوراثيه بتاعته ايه؟ الاربعه اللي بينكود الامينو اسيد ده ايه؟ سي سي يو، سي سي سي، سي سي اي، سي سي جي. ايه ده؟ ده باترن. طب تعال نشوف هنا كده، A C U، A C C، A C A، A C G. طب تعال نشوف هنا الألانين ده، G C U، G C C، G C A، G C G. ايه الملاحظة اللي ممكن تطلعها؟ لو بصينا برضو على الاسبراجين نلاقيه G A U، G A C. بصينا على الجلوتامين G A A، G A G. ايه الملاحظة اللي ممكن تطلعها؟ انه دايما او في معظم الامينو اسيدز او الشفرة الوراثية، اول حرفين من الشفرة الوراثية ثابتين. بص تاني على السيرينين دلوقتي، يو سي يو سي يو سي يو سي. اذا في ملاحظة هنا، وهي انه يبدو ان الاختلاف ما بين ال different codons for the same amino acids in the third position of codon، في البوزيشن الثالث، اللي هو لما نقول يو سي ثابته مثلا سيرينين هنا، يو سي ثابته في كل الكودونز، ولكن الاختلاف في الثيرد بوزيشن بس. دي ملاحظه مهمه جدا. مين اللي لاحظ الملاحظه دي يا ولاد؟ اللي لاحظ الملاحظه دي واحد هنقول اسمه دلوقتي، بس ده اسمه pattern of degeneracy. pattern of degeneracy ده اسمه، ده المصطلح بتاع اللي احنا الملاحظه اللي احنا لسه ملاحظينها مع بعض دي. احنا اشطر كتاكيت اهو بنلاحظ حاجات حلوه. اللي بلاحظ الملاحظه دي قال لك ايه؟ انه first two letters are the same with only the third differing. البوزيشن الثالث هو الديفرنت. قال لك for example الفينيلالانين يو سي ده الكودز بتاعته، وان الاختلاف حصل بس في الثيرد ليتر، لان يو ده ثابت، يو ده ثابت. الاختلاف في ان هو هنا يو وهنا سي، الاثنين بيؤدي لنفس الفينيلالانين، بس الاختلاف اللي ما بينهم هو في الثيرد بوزيشن. الموضوع مش عشوائي خالص. سواء اليو او السي in third position specify الفينيلالانين. طيب حاجة تانية، الفالين جي يو جي يو سي جي يو اي جي يو جي، لسه شايفينها من شوية. الاختلاف برضو في الثيرد ليتر او في الثيرد بوزيشن. in this case كلهم بيؤدي الى نفس الامينو اسيد الفالين. مين بقى الحلو اللي لاحظ الملاحظه دي؟ صاحبنا اللي من اول الكورس معانا في كل تقريبا كورس او في كل تشابتر، اخونا كريك observed this pattern of degeneracy throughout the code، خلال الكود في سنه 1966، وافترض حاجه اسمها الووبل هايبوثيسيس. بناء على الملاحظه دي الراجل الجميل دون اللي معانا في الكورس من اوله كل حلقه بيطلع لنا كده عشان الناس تقول لك ايه يا عم وكريك دون الراجل ده يا جماعه ساهم كتير قوي ساهم كتير قوي. بالمناسبه مات. التاني هو اللي ما ماتش، واتسون هو اللي ما ماتش، كريك مات. كريك افترض حاجه اسمها الووبل هايبوثيسيس بناء على هذه الملاحظه او بناء على هذا الباترن اوف ديجنرسي. ايه الفرضيه اسمها ووبل هايبوثيسيس؟ طب ايه الووبل هايبوثيسيس دي؟ افترض انه the initial two ribonucleotide اللي هم اول ribonucleotide غالبا هم more critical than the third member in the attracting the correct tRNA. قال لك خلي بالك احنا نطلع هنا اول، قال لك مش احنا الاختلاف في الثالث، قال لك غالبا اول اثنين هم اللي بيحددوا الامينو اسيدز، هم اللي كريتيكال يعني فاهم، لا مهمين قوي اساسيين، هم اللي بيحددوا الامينو اسيدز اللي هيترجم، هم اللي بيأتراكت كوريكت تي ار ان اي. بمجرد ما يمسك الامينو اسيد النيوكليوتيد رقم 1 ورقم 2، غالبا انت كده مسكت الكوريكت تي ار ان اي فور كوريكت امينو اسيدز بيزد اون كوريكت
ام ار ان اي كودون اللي هو تريبل كودون. فبمجرد ما يمسك احنا خلاص اهو، ده الايديا دي هي الار ان اي، وايديا دي هي التي ار ان اي، دي الام ار ان اي ودي التي ار ان اي. بمجرد ما يحصل كاتشنج ما بين اول كودون، التالت ده مش مهم قوي، مش هيفرق قوي تحديده، لان سواء هو كان ايه، سواء كان يو، سواء كان سي، سواء كان جي، سواء اي حاجه من الاربعه دول، كده كده هيدي نفس الامينو اسيد. فالكريتيكال للاول اتنين، لو اي حاجه مسكت هنا خلاص اصلا الكريتيكال هو اول اتنين. نرجع تاني شباب، معلش تاني نرجع نفهم الحته دي تاني. هي دي الووبل هايبوثيسيس، هي دي اللي افترضها كريك. تمام. فقال لك هنا ايه؟ فين الاناني كودون باي ديفرنت ثيرد لتر. لو جينا نبص على هنا مثلا، هنا في الانين مثلا، اعتقد ده الانين سي سي يو، لو ارتبطت يو، اسف جي سي يو لو ارتبطت يو هتدي الالانين، جي سي سي لو ارتبطت سي هتدي الالانين، جي سي اي لو ارتبطت اي هتدي برضو الانين، جي سي جي لو ارتبطت جي هتدي برضو الالانين. اذا الاسينشال هو الجي والسي، اي حاجه هترتبط معاها بعد اي حاجه، حتى لو مش يو، حتى لو مش سي، وحتى لو مش اي، وحتى لو مش جي، حتى لو غالبا هتدي الامينو اسيدز الصح، هتدي الانين، غالبا هتدي الانين. هي دي الووبل هايبوثيسيس، انه اول two letters they are very very critical, they are very very important، وبالتالي هم اللي بيحددوا او بيأتراكت الكوريكت تي ار ان اي عشان يجيب الكوريكت امينو اسيد. هي دي الووبل هايبوثيسيس. قال لك بص سيبك من اول اتنين دول، تعال نبص على التالت، ثيرد بوزيشن بقى. لو جينا قال لك لو الاي موجوده، تمام، في الفيرست بوزيشن اوف تي ار ان اي. ليه الفيرست بوزيشن؟ عشان الفيرست بوزيشن التي ار ان اي بيمسك في الثيرد بوزيشن اوف كودون. الفيرست بوزيشن اوف تي ار ان اي مقابل بتاعه هو الثيرد بوزيشن اوف كودون، والعكس، اخر كودون، اخر نيوكليوتايد في الكودون بتمسك فيه اول نيوكليوتايد في التي ار ان اي، لان هي عمليه عكسيه كومبلمنتري يعني. فاخر حاجه بتمسك في اول حاجه، فاخر كودون اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو مش امبورتنت، مش مهم قوي بيمسك في اول تي ار ان اي. فلو اول تي ار ان اي، اول نيوكليوتايد في التي ار ان اي بتبقى اي، ممكن اليو ترتبط بيها، حتى لا يو، خد بالك اليو ترتبط بيها، السي ترتبط مع الجي، ده طبيعي، ده منطقي، صح كده؟ خد بقى الاكسبشنز. قال لك لو الجي، الطبيعي اللي يرتبط في الثيرد بوزيشن للجي يكون سي، ولكن قال لك حتى لو يو مفيش مشكله، هتدي نفس الكودون. ايه ده؟ ازاي؟ هنا كريك قال لك عشان الهيدروجين بوندنج او الرابطه الهيدروجينيه بتاعه الثيرد ام ار ان اي بوزيشن شويه مش ماسكه نفسها، less especially مش معقده الدنيا شويه يعني. ماشي اربط كده كده، اصلا اول اتنين ماسكين، فانت لو عملت ايه خلاص هو اول اتنين دول هم الكريتيكال، خد بالك من كلمه كريتيكال دي. فهنا مثلا قال لك لو الجي المفروض ان في الكودون يبقى سي، حتى لو يو هترتبط. طب لو يو، قال لك اليو ممكن ترتبط بالاي، ممكن ترتبط الاي، ده طبيعي انها ترتبط بالاي، وقال لك ممكن ترتبط بالجي. قال لك لو الفيرست بوزيشن في التي ار ان اي دي يا محمد، دي اول مره نسمعها، دي جديده علينا دي خالص، اول مره. دي حاجه اسمها انوزين او انوسين، دي موديفايد نيوكليوتايد. بالمناسبه انا في اول الكورس قلت لكم النيوكليوتايدز مش اي وتي وسي جي بس، في حاجات ثانيه غيرهم كتير قوي، ولكن ما هماش اسينشال، ما هماش ضروريين، بتبقى موديفايد نيوكليوتايدز تحل محل المين نيوكليوتايدز الاي والتي والسي والجي. من ضمنهم حاجه اسمها الاي، الانوزين، ودي موديفايد بيز فاوندد في التي ار ان اي. لو الفيرست تي ار ان اي بوزيشن موجود اي، ممكن يرتبط مع الاي واليو والسي في الثيرد بوزيشن اوف ام ار ان اي كودون. This is a great flexibility. Great flexibility يعني معتمده على اللي احنا شايفينه قدامنا ده، انه
اول اتنين هم اسينشال، وبالتالي الاتنين التانيين ما هماش اسينشال الاخيره مش فيري كريتيكال زي اول اتنين. طيب بناء على الوبل رولز اللي افترضها كريك، ده معناه انه only different RNA محتاجينهم عشان نعمل 61 امينو اسيدز. ليه؟ لانه في استثناءات. ما هو دلوقتي لما نيجي نقول على الجي واليو والاي، اذا كان هو بشكل اساسي هو الطبيعي 64 كودون، ده معناه ان احنا 61 كودون، ده معناه ان احنا محتاجين 61 تي ار ان اي ليهم، صح كده؟ ده المنطقي ان 61 كودون يبدوا 61 تي ار ان اي. واحد يقول لي هم مش 64 كودون يا محمد؟ ايوه يا حبيبي، ما هو ارجع كده للصوره اللي كنا شايفينها كده، قال لك في 3 اليو اي اي اي، يو اي جي، يو جي اي، دول ستوب كودونز مش بيدوا امينو اسيدز. فهم 61 كودون بيدوا امينو اسيد، وفي 3 ستوب كودونز مش بيدوا امينو اسيد، هم بيدوا اشاره سيجنال ستوب. فالطبيعي والمنطقي انه 61 كودون يبقى قصادهم 61 تي ار ان اي يدوا 20 امينو اسيدز. تاني 61 كودون المقابل ليهم 61 تي ار ان اي يدوا 20 امينو اسيد. حلو. قال لك بناء على اللي احنا لسه قايلينه في التيبل دون، طالما في فليكسبيليتي كده، فلو احنا عندنا تي ار ان اي بيمشي مع الجي، تمشي مع السي وتمشي مع اليو، فده هيقلل عدد التي ار ان اي اللي انت محتاجها، لان انت اديته فليكسبيليتي انه لو هي سي هتمشي ولو هي يو هتمشي، فيقلل عدد التي ار ان اي اللي احنا محتاجينها. نفس الكلام في اليو، لو ايه هتمشي ده ضروري تبقى ايه، طب لو مش ايه وبقت جي هتمشي برضو، كده انت قللت عدد التي ار ان اي اللي انت محتاجه للعمليه دي. نفس الكلام الاي، اي ويو وسي كلهم يمشوا مع الاي لو هي first position of tRNA والثيرد position of codon mRNA هتمشي، وبالتالي ده بيقلل عدد ال tRNA المطلوبه، لان عملنا فلكسبيليتي. لما عملت فلكسبيليتي بقى عدد ال tRNA المطلوب لدون العمليه دي اقل. حلو. قال لك خلاص كده احنا بيزيكلي محتاجين 30 different tRNA بدل 61 عشان specified codons اللي هم ال 61. وبالتالي ده اصبح economic measure. الخليه بتقتصد، الخليه بتوفر، الخليه ذكيه، الخليه جميله وبتفهم، واللهم صل على النبي عليها ارقيها. الخليه وفرت عدد التي ار ان اي بدل 61 خلتهم 30 40 50، وفرت العدد بتاع الديفرنت تي ار ان اي، بنوفر طاقه. موضوع اقتصادي يا جماعه، يعني مش قصه. فقال لك ده ايكونوميك ميجر، ده اقتصاديا حاجه جميله جدا الخليه عاملاها. وقال لك احنا اكتشفنا في النهايه عشان ننهي الحلقه دي انه غالبا من 30 الى 40 تي ار ان اي في البكتيريا عشان يطلعوا 61 امينو اسيدز، وفي الايوكاريوتكس عباره من 41 ل 55 عشان في الايوكاريوتيك عشان يطلعوا 61 امينو اسيدز. وبالتالي دون بيقلل عدد التي ار ان اي المطلوب في الخليه، وبالتالي دون امر اقتصادي للخليه. الخليه قللت الطاقه بتاعتها وقللت شويه حاجات حلوه كده. بس هي دي الوبل هايبوثيسيس، وهي دي الحلقه بتاعتنا. والحلقه الجايه ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.